احلى بسبوسه ساده دي ولا ايه؟ زي بتاعه المحلات بالظبط. والصوره في الفيديو كمان ظالمه اللون. والله يا جماعه دايبه ومستويه زي ما انتم شايفين كده، احلى من بتاعه المحلات. يلا نشوف الحلويات دي هنعملها ازاي. طيب معانا كوبايه سكر، وحاطين الحله على النار منشفين الميه اللي فيها. تمام. وربع كوبايه ميه. وهنحرك السكر من النص عشان ما يروحش على الحروف، عشان العسل معانا ما يسكرش. تمام. او الشربات هنكرمله. وهنقلبه من النص كده، ما نروحش على الحروف زي ما قلت لكم. ولما يعمل ريم نشيله على الوش. هنحط نص معلقه عسل جلوكوز على نار متوسطه. وهنسيبه بقى نفضل نقلب فيه كده كل شويه. واول ما يبتدي ياخد اللون الكرمله اللي هو الذهبي او الاغمق من ذهبي شويه، مش هنشيل ايدينا منه، هنفضل نقلب علشان ما يتحرقش. تمام. بصوا هو ابتدى ياخد اللون بتاع الكرمله اهو. بس احنا عايزينه اغمق من الذهبي شويه. تمام. بصوا خلاص هو مقرب ياخد اللون. معايا بقى كوبايه سمنه فلاحي. يعني احلى حاجه السمنه الفلاحي للبسبوسه بالذات، سواء بقري او جاموسي، بس انا حطيت سمنه جاموسي. وبعد ما قلبتها مع السكر اللي احنا كرملناه، حطيت كوبايه لبن، 3 معالق لبن بودره على كوبايه ميه دافيه. تمام. اللبن البودره احسن من اللبن العادي. وهنفضل نقلب لحد ما السكر يرجع يدوب معانا تاني، زي ما انتم شايفين على نار هاديه جدا. تمام. خلاص انا كده داب معايا، وهسيبه يبرد لحد ما يبقى دافي. طيب هنا بقى معانا نص كيلو سميد ناعم، او دقيق صامولينا زي ما انتوا بتسموه. ومعانا ربع معلقه ملح. ومعلقه بيكنج باودر صغيره. ماشي. دي المواد الجافه هنحطها مع بعض. تمام. وهنحط نص كوبايه جوز هند. يعني دي كوبايه صغيره، نص كوبايه جوز هند. او كوبايه الا ربع على حسب ما انت عايزه ناعم. وهنقلب بقى كل المكونات الجافه دي مع بعض. خلاص. وبعدين هنجيب العسل، اللي هو السكر اللي احنا كرملناه مع السمنه مع اللبن اللي على النار، وسيبناه لحد ما بقى دافي، وهنقلب بيهم السميد او دقيق الصامولينا ده زي ما بيتسمى على حسب المكان اللي انتوا فيه. خلاص احنا قلبنا المواد الجافه مع بعض. هننزل بقى حبه حبه. هنقلب بالمعلقه من غير ما نعجن. يعني هنخلي السوائل يتغلف بيها دقيق الصامولينا او السميد. تمام. بصوا بالمعلقه، احنا مش هنعجن. اول ما هلاقي السمنه واللبن والسكر دابوا، هروح حاطه غيرهم تاني واكمل عجن. تمام. قصدي تقليب مش عجن. احنا بس بنقلب لحد ما السميد يختفي والماده السايله تختفي. خلاص. دول اخر حبه كانوا معايا. طبعا بسبوسه يعني سمنه فلاحي. لان طبعا السمنه بتبقى تقيله وما تبقاش تقيله على المعده، لان السمنه الفلاحي غير النباتي، ما تعملش بقى ولا حموضه ولا تتعب المعده ولا حاجه. وبعدين كمان بتبقى كمان سهله ان هي تدوب في الجسم يعني، وما تعملش مشاكل في الشرايين والكلام ده. طيب معانا بقى صينيه مقاس 26. وهنغلفها بالسمنه. تمام. وهنحط فيها البسبوسه بتاعتنا. طبعا احنا مولعين الفرن اول ما بدأنا نلف البسبوسه بالماده السائله اللي احنا عملناها دي كلها. مولعين الفرن من قبلها بربع ساعه على 180. تمام. هنفضي بقى البسبوسه بتاعتنا، وهنوزعها على الصينيه عشان تبقى متساويه. يعني ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. وبظهر بقى المعلقه هتفضلي بقى ايه، تبططي فيها كده بس بالراحه من غير ما تضغطي بالمعلقه، عشان ما تسيبش اثار وتسيب علامات على البسبوسه. عايزه انت بقى تحطي لها بندق، عايزه تحطي لها فستق، عايزه تحطي لها لوز، زي ما تحبي.
على الوش. بس انا عاملاها ساده النهارده. بصوا يعني ايه بالراحه كده. بجد انا جربت اللي بالزبادي وجربت كذا طريقه، دي اظبط طريقه للبسبوسه. وطبعا البسبوسه خلاص هي اتسوت معايا اهيت. علشان تعملي البسبوسه ولازم تعمليها قبلها بيوم. يعني مثلا عايزه بسبوسه يبقى نعملها النهارده بالليل، وتاني يوم ناكل منها، عشان هتكون بقى شربت السمنه بتاعتها، وهتكون شربت الشربات بتاعها، وهتبقى تحفه زي الجاهزه بالظبط. لكن بصراحه هي ما تتاكلش في نفس اليوم، لازم تقعد شويه في التلاجة تشرب السمنه، وتشرب الشربات بتاعها وكده. بصوا خلاص انا سويتها بالمعلقه اهي. بصوا مش محتاجه اي حاجه تاني. وهنقطعها بقى قبل ما ندخلها الفرن، وبعدين نرجع نعيد تقطيعها بعد ما نطلعها من الفرن. قطعي بقى بالطريقه اللي انت تحبيها يعني. خلاص هنحط السكينه وننيمها، بحيث ما تروحش مننا شمال ويمين، هتفضل ايه على نفس الخط المستقيم. وبعدين بالعرض بقى نقسمها. طبعا التقسيم ده علشان لما تيجي تقطعيها من غير ما تقطعيها وهي لسه قبل السوا، هتقعد تفرفت معاكي. لكن لما تقطعيها قبل ما تدخل وبعدين تعيدي عليها بعد ما بتدخل الفرن احلى، ما تفرفتش منك. خلاص احنا كده خلصناها، وانا بساوي الحتت اللي هي برزت من السكينه. بصوا والله العظيم جميله يا جماعه، عجبتني قوي قوي قوي. طيب نعمل بقى الشربات بتاعها. معانا كوبايه سكر، لان احنا حاطين كوبايه سكر في العجينه بتاعه البسبوسه. كوبايه سكر قصادها كوبايه ونص ميه. تمام. عفوا بقى، جات لي كحه معلش. طيب سيبناه بقى لما غلي، وما قلبناهوش خالص. وطبعا الحله كانت ناشفه، والريم اللي هو طلع دوت هنشيله. وعصرنا نص ليمونه بعد ما غلي، وحطيت معلقه عسل جلوكوز. عندك عسل ابيض وما عندكيش عسل جلوكوز حطي، ما عندكيش الاتنين مش مشكله. حوالي 4 5 نقط فانيليا سايله، بتدي ريحه كده للشربات جميله. ونفضل بقى نقلب فيه، مش عايزينه تقيل ولا عايزينه خفيف، عايزينه وسط. خلاص. وهنوطي عليه النار شويه. هو كده خلاص خلص معايا، وهو دافي بقى، لا هو سخن ولا بارد. تمام. هنسقي بقى البسبوسه وهي لسه طالعه من الفرن. بصوا جميله والله العظيم، يعني حاجه كده تحفه. والله يعني هتعمليها وانت مغمضه عينيكي، يعني مش هتخافي تفشل منك خالص. هبقى اعملها لكم بالقشطه كمان والكريمه اللباني، وان شاء الله هتعجبكم برضو بنفس الطريقه، بس بالكريمه اللباني والقشطه. بصوا بعيد على تقطيعها اهو تاني، ولا بقى الوش بتاعها قطع مني ولا حاجه، ولا فرفتت. بصوا جميله والله، لسه طالعه من الفرن سخنه، يعني انا استعجلت عليها عشان اوريها لكم. بصوا حلوه ازاي، وبتطلع بكل سهوله وطريه وجميله ومرمله، يعني حاجه تحفه بجد. بصوا دايبه، يعني بسبوسه كما قال الكتاب يعني. يا رب تعجبكم. واللي وصل معايا في الفيديو حد هنا، ما ينساش يعمل اشتراك للقناه لو عجبتكم، وفعلوا جرس الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تحطوا لايك وكومنت كده جميل زيكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الطريقه. بصوا جميله 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 جدا، يا رب تعجبكم، ومع السلامه.